اسوأ اداره ماتش واسوأ ماتش لمصر شفته في حياتي يا جماعه. فيتوريا ده مش طبيعي. انا لو جبت حسن كبده المدير الفني بتاع الدرجه السابعه في مصر كان ادار الماتش احسن منه. بدايه من التشكيل، وانا نزلت فيديو قبل الماتش بساعه وبقول ايه اللي هو بيعمله ده. ولا الجون اللي جه فينا ده بقى قصه ثانيه. يعني الجون ده يا جماعه ما بيجيش حتى في الدرجه الرابعه ولا الدرجه الثالثه. يعني ايه القاوت؟ الحكم حسب علينا كده، اللعيبه كلها واقفه بيعترضوا على الحكم. بتعترض على ايه؟ في غياب امام عاشور المعلم بيطلع مروان عطيه. اول ما التبديله دي اتعملت عرفت ان خلاص كده، اقسم بالله هم مسكوا نص الملعب بتاعنا. حجازي بالكره اللي جات له في اول الماتش اللي لعبها بالهيد فوق دي ضيع بها مكسب منتخب مصر. يعني كره زي دي خلاص جون. الكره يا جماعه اقسم بالله سهله جدا. بصوا مرموش الوحيد اللي ما ينفعش يقعد في منتخب مصر. اول ما نزل يا جماعه قوه جسمانيه، مجهود فردي عالي قوي، تكتيكيا عالي جدا. ايه التاليف يعني؟ طب ما كنت بدات زي الماتش اللي فات واي لاعب ينزل مكان امام وخلاص. كان هو زيزو هينزل مكانه والموضوع يتحل. مطلع لعيب نص ملعب يا عم. انت كنت عايز تحافظ على الجون اصلا، وربنا اللي سترها علينا. كل اللي عايز اقول ان ده مدير فني ضعيف فنيا يا جماعه. ما بيلعبش غير بتشكيله واحده. ليه ما كناش شفنا المنتخب بيلعب 3-5-2؟ من وجهه نظري كانت انسب طريقه المنتخب يلعب بيها 3-5-2. مش عارف هو بينه وبين ياسر ابراهيم طار طب ولا في ايه؟ طب حد يفهمنا. والناس اللي منتقده النني يا جماعه، اقسم بالله احسن ماتش للنني الماتش ده. زيزو الماتش ده حرفيا ما جاش. وانت طبعا بدنيا قتلت مصطفى محمد بالطريقه اللي انت بتلعب بيها. بتدي لمصطفى محمد دور دفاعي يرجع يدافع لحد ال 18 يا مفتري. ابو جبل اترمى كله كور على اليمين. اول مره كنت اشوفها دي الصراحه. يا عم ترمي 2 و2 وربنا يكرمك يرزقك واحد فيهم ويغير قراره في اخر لحظه ويديها لك في ايدك. كل اللي عايز اقوله في اخر الفيديو ان اللعيبه بتلعب من غير روح. واتمنى يبقى في مدير فني مصري يدي الروح للعيبه المصريه. ليه ما نشوفش حسام حسن في المنتخب؟ ولا هي عشان ماشيه سبوبه وبالحب؟ مين فيتوريا ده؟ تاريخه ايه فيتوريا؟ كانت دي اخر حاجه ممكن تفرح الشعب المصري والله العظيم. بس احنا مش مكتوب علينا نفرح في اي حاجه.